البنات وصفه واعره للشعر، كطول الشعر بغزاره وكتحد من التساقط ديالو وكتعالج جميع مشاكل ديال الشعر. اذا على بركه الله غادي نحتاجو زيت الزيتون واحد الكميه لا باس بها، كذلك زيت امله حتى هي. غادي نحتاجو كذلك خليط ديال الزيوت اللي متوفر عندكم البنات، زيت الصبار، زيت هذا زيت اللوز، الخروع، اي نوع ديال الزيوت متوفر عندكم. وغادي نزيدو كذلك زيت جوز الهند. خليط ديال الزيوت فوق النار حتى يسخن مزيان، ماشي يسخن بزاف يتحرق، وانما يسخن وياخذ الدفاء ديال الزيت مزيان. ومن بعد دابا غادي نضيفو المكون الرئيسي اللي هو فيغموغال. خطيره البنات في الشعر، واعره بزاف. هنا البنات بعد ما خويت يعني المحتوى ديال فيغموغال غادي نخوي عليه هاد الزيوت وهما دافين. غادي نخلط المزيج. اذا بعد ما نحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل هو كما كتشوفوا، غادي نشقوا به الشعر ديالنا من الجذور حتى الاطراف. نسبقوا الجدر ونديروا الاطراف. وحذاري البنات، فيغموغال راه خطيره على العينين، حاولوا ما امكن ما تقيسوش عينيكم ملي تستعملوها، تغسلوا يديكم، جربوها وردوا عليا الخبر. نتوما البنات كنشقق الشعر بحال هكا، نفرقوا ونعمر بالزيت مزيان. هو بعد ما دهنتو الشعر كامل من الاطراف، من يعني الجذور حتى الاطراف، غادي ندير ليه السلوفان وشي فوطه تكون دافيه، وغادي نخليه من ساعتين حتى 3 سوايع. عاد ديك الساعه كنغسلوه طبيعي. ولكن البنات ملي تبغيو تغسلوه حاولوا تقعدوا راسكم مزيان باش يعني هاد فيغموغال ما تلحقش لكم لعينكم، لان راها خطيره على حساب العينين. هانتوما البنات بعد ما غسلت لبنتي شعرها ما شاء الله، شوفوا تبارك الله بصلاه على النبي، شوفوا اللمعه اللي في الشعر، لمعه وترطيب. ما نعاودش لكم البنات، فيغموغال راها شي حاجه اللي خطيره للشعر، مفيده بزاف. وهي اصلا يعني راه يعني الاستعمال ديالها الناس اللي عندهم طفيليات في الشعر، الصيبان او القمل، ولكن راها كتصلح حتى للشعر. يعني ماشي بالضروره يكون عندي القمل او يكون عند بنتي القمل باش ندير ليها بوماده ديال فيغموغال، ولكن استعملوها كروتين اسبوعي او مره في الشهر على الاقل. الا ما درتوش ديروها مره حتى لجوج مرات في الشهر. بالنسبه للناس اللي عندهم شعرهم متضرر بزاف وما كيطوالش، استعملوها 2 المرات في الاسبوع. 2 المرات في الاسبوع البنات بالطريقه اللي وريتكم، يعني مع الخليط يعني ديال الزيوت. ودفيوها ضروري، ما تدفيو الزيوت عاد باش تخويو فيها يعني تخلطوها مع البوماده. بالنسبه للبوماده البنات فيغموغال استعملوا نصف العبوه، يعني ديك البوماده غتستعملوا غير النص ديالها، والنص الباقي تحتفظوا به يعني استعمال اخر. يعني 2 المرات في الاسابيع راها شي حاجه اللي روعه البنات. يعني ما تهملوهاش. حاولوا ما امكن انكم تجربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. راها واعره، يعني ما قد ما شكرت لكم فيها ما غاديش نوفيها حقها. الناس اللي تيقول لك يعني راها كتضرب العينين وما عرفت شنو، لا راه ماشي يعني حتى لديك الدرجه، ولكن غير الوقت اللي غتبغيو تغسلوا شعركم غمضوا عينيكم، والبنيات الصغار يعني وصيهم ما يفتحوش عينيهم حتى يتحيد هذاك البوماد من الشعر صافي. هذا هو. ما يعني ماشي خطيره، راه غير غديرها. كاين اللي كيخاف انه يستعملها، ولكن كيحرم راسو من الفوائد ديالها للشعر. الى هنا كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين، وعلى المشاركه ديالكم، وعلى الحب ديالكم. بطبيعه الحال ما تحتاجوش انني نوصيكم، اللي ما مشتركش وكان يعني جديد في القناه يشترك معنا ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد منا. وكذلك ما تنساوش لايك وشي تعليق زوين بحالكم. كنشكركم بزاف. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.